في ناس بتذاكر بالساعات وتيجي في الامتحان بتبقى عاملة كده بالظبط، تحس إنها أول مرة تسمع الكلام ده أصلا. عمرو، ايه الارتيروسكلوروسس ده يا عمرو؟ وفي واحد بيذاكر نص ساعة بس وبيجيب امتياز. What's your name? Oh, yes, مرجان أحمد مرجان. Excellent. برافو. طبعا أنا مقصودش الامتياز من النوع ده وأنت فاهمني طبعا. تفتكروا ليه السبب؟ مش علشان بيذاكر كتير، لا، كل الحكاية إنه بيتعلم صح وعارف إزاي يتعلم، وده عنوان الحلقة بتاعتنا، اتعلم إزاي تتعلم. التعليم ليه طريقة، مش كل واحد بيمسك الكتاب يبقى كده بيتعلم، ومفيش طريقة واحدة تنفع للكل. بس أنا دلوقتي هقولك على 5 حاجات لو عملتهم دماغك هتشكرك حرفيا. أول حاجة لازم تعملها وهي إنك تفهم قبل ما تحفظ، لأن العقل البشري بيحب يفهم الأول. يعني لما تحفظ حاجة مش فاهمها مخك بيديك إشارة إلغاء التحميل، فلازم تفهم وبعد كده تحفظ، تلاقي المعلومة بتثبت أسرع بكتير. تاني حاجة معانا وهي إنك لازم تربط المعلومة بحاجة بتحبها، لازم تربطها بحاجة مألوفة ليك، فيلم، نكتة، أي حاجة، المهم تختصر المعلومة بطريقتك أنت. مش عارف أذاكر يا حسن. ممكن تلخص، ممكن تعمل خريطة ذهنية أو تسجلها حتى بصوتك. كل ما شفت المعلومة بطريقتك أنت كل ما بتثبت أكتر. تالت حاجة وهي إنك تراجع بذكاء. المراجعة مش إنك تقرأ نفس الصفحة 4 مرات، لأ، لازم تعمل حاجة اسمها استدعاء المعلومة، إنك تجاوب على أسئلة أو تحكي اللي فهمته أو تعلم حد تاني، لأنك كل ما أجهدت عقلك في إنك تفتكر المعلومة كل ما حفظت المعلومة أكتر. رابع حاجة معانا وهي إنك لازم تاخد راحة، لأن عقلك محتاج وقت عشان يرتاح فيه ويعيد ترتيب الأفكار. ممكن كل ساعة تاخد 10 دقايق راحة، ممكن تتدرب على حاجة أو تتحرك شوية تشوف أي حاجة. خامس حاجة وهي إن التعليم مش بس حفظ، التعليم هو فهم المعلومات وربطها باللي فات ومراجعة المعلومات دي أكتر من مرة. وفي نهاية المطاف لازم تريح عقلك علشان يعيد ترتيب الأفكار دي علشان تقدر إنك تفتكرها في وقت تاني. جرب واغلط وارجع تاني، بس المهم إنك ما تستسلمش. وبس كده، سلام.